قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن الشعب السوري تعب من سماعنا نتحدث عن عمليات، ويريدون وجود حقائق على الأرض. وأضاف أن السوريين تعبوا من السماع عن الاجتماعات والمفاوضات، وأننا نرغب بمفاوضات جدية. أصيب 4 جنود أتراك بجروح خلال اشتباكات جرت في 6 مواقع من منطقة سور شرق ديار بكر مع حزب العمال الكردستاني، وذلك بحسب وكالات محلية تركية. قال حاكم إقليم كلس إن حوالي 35 ألف لاجئ سوري وصلوا إلى الحدود التركية قرب مدينة كلس خلال اليومين الماضيين، ويجري تسكينهم في مخيمات على الجانب السوري من الحدود، حيث توقع الحاكم وصول 70 ألف سوري آخر إن استمرت الضربات الجوية الروسية وزحف القوات النظامية السورية. ومن جهته قال وزير الخارجية التركي مولد تشاوش أوغلو أن حدود بلاده مع سوريا لا تزال مفتوحة، وما زلنا نطبق سياسة الباب المفتوح أمام الفارين من سوريا. قال القائد الجديد لفصيل جيش الإسلام أن تكثيف الهجمات العسكرية من قبل النظام السوري يثبت أنه وحلفائه غير جادين في التوصل لحل سياسي للصراع. وأضاف البويضاني أن أكبر دليل على ذلك أن النظام السوري ما زال يقصف المدن ويفرض الحصار على المدنيين العزل. وأشار بويضاني يجب وقف الدعم الروسي والإيراني للنظام في دمشق. قتل العشرات من الإيرانيين بينهم 13 ضابطا أحدهم برتبة لواء، وذلك في معارك مع المعارضة السورية المسلحة في ريف حلب خلال اليومين الماضيين، وبذلك يرتفع عدد قتلى العسكريين الإيرانيين في سوريا إلى 156 عسكريا. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم أنه لا يمكن وقف إطلاق النار قبل إغلاق حدود بلاده مع تركيا والأردن، وحذر من أي تدخل بري في سوريا، محذرا السعودية من أي اعتداء على سوريا سيؤدي لعودة من يحاول ذلك بصناديق خشبية إلى بلاده.